والله الزمالك ده فريق طيب قوي، يعني بصوا ضحى بنفسه وضحى بالدوري وخسر الماتش عشان ينسينا أزمة الغاز والبنزين. المضحك بقى في الموضوع إنه خسر من إنبي اللي هي بتاعة الغاز. Daura. La 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 la. Tan tan tan. أنا من الناس اللي صحيت على مدفع البنزين، اقرا الخبر اقرا البوست، البنزين غلي 3 جنيه. هو الواحد ما يهموش البنزين غلي ولا لا، لأني لسه ما لقيتش العربية المناسبة ل3 راكب عشان اشتريها، بس هو ادينا يعني بنتعارك مع المواصلات يوميا. بس يعني ايه اركب الميكروباص الساعة 7 وانا رايح الشغل؟ هو حد بيروح الشغل الساعة 7؟ ده ايه الفراغ ده؟ ومتعود بقى ادفع الأجرة اللي هي 5 جنيه، الاقي السواق بضحكة الباتشينو العرب محمد رجب كده: الأجرة بقت 7 يا أستاذ. ليه يا معلم بقت 7؟ مراتك حامل وهتولدها في مستشفى المصريين فبتلم مننا فلوس زيادة في الأجرة؟ لا ده البنزين غلي امبارح الساعة 2 الفجر. ايوه وانت لحقت؟ ما هو انت بنزين بعد السحور، يعني خدت لك تفولتين قبل الفجر، الميكروباص هيصوم معانا. Tan tan tan. Tan. لما قعدت بقى ادور وبحلق يعني عرفت مين هو السبب الرئيسي في ان البنزين يغلى. طبعا كل واحد مثقف دخل قرا كلمتين على الفيسبوك بعد ما عدى بوستات احمد العوضي ومحمد سامي: ايران هي اللي عملت ازمه البنزين بسبب الحرب مع اللي ما يتسموش. بص بقى، انت مش محلل استراتيجي، انت محلل لايت. لايت هنا معناها ان انت ماشي فيه على الله، اي حد بيقول اي حاجه بتجمع انت بقى معلوماتك وتدخل حاجات ملهاش علاقه في الموضوع عشان تبان مثقف وسياسي ومخضرم. عامل لي فيها بلبن بتاع الشقطوطه. Tan tan tan. Tan. من حوالي يومين كده دخل علينا فيديو في التيك توك، لا مش فيديوهات رحمه محسن وعلي كلاي، لا دورت مكانتب ما انا في مكه محمد صلاح بنت فخر العرب، بنت فخر العرب سابت مهرجان عصام صاصا اللي بقاله 12 سنه ما لقاش صحاب عدلين، وبحت العسيلي مع بنك مصر لغايه ما يسدد القرض بتاعه، ومسكت في اغنيه دورت مكانتب ما انا في والمكنه يا صاحبي اللي هي الموتوسيكل، والمكنه ما بتشتغلش الا بايه؟ اللي بالبنزين، فالاغنيه تضرب بقى والبنزين يخر عشان بنت ابو صلاح عملت ليبسنج على المهرجان. آه حقيقي ما في زي ابو تريكه. Daura.